ساعد. تعليمات سارح. بالنسبة هذا اليوم برمجة قيادة الدرك الوطني مع جهاز الأمن الوطني مداهمة مبرمجة على مستوى دائرة برجير ودائرة حاسي بونيف. فيما يخص المداهمة نركز على النقاط الأساسية: محاربة الجريمة بأنواع أشكالها، تعريف الأشخاص المبحوث عنهم قضائيا، التفتيش المنازل. عليكم التحلي بروح المسؤولية واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة والاحتياطات الأمنية، الحيطة والحذر واليقظة أثناء التنفيذ. بالنسبة لقادة الأفواج مؤطرين من طرف قادة الفرق وضباط من الشرطة الأمن الوطني. فيما يخص التوجيهات التي تم إعطائكم مسبقا وتم دراسة الموقف مسبقا، عليكم التحلي بروح المسؤولية والعمل بالحزم وفرض القانون. ولذلك نطلب منكم تنفيذ المهمة باحترافية. أي إخلال الاتصال بالضابط أو المسؤول الفوج بدوره يتصل برئيس العمليات. بالنسبة لنقاط المداهمات على مستوى سيد البشير، حاسي بونيف، ودوار بوجمعة، هذه الأوكار الجريمة معروفة بهناك مجرمين خطيرين، وعليه نرجو أن نتوصل إلى النتائج المرضية والعمل حسب القانون والنظم. ساعد. مفهوم؟ سارح. في إطار التنسيق العملياتي بين مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني، ننظم اليوم عملية شرطية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني التابعين لأمن ولاية وهران ممثلة في أمن دائرة بير الجير ومصالحها، وكذلك الفرق المتنقلة للشرطة القضائية وفرق البحث والتحري والأمن الحضري الخامس والسادس. تأتي هذه العملية في إطار كما ذكرنا التنسيق التام بين المصالح الأمنية، خاصة المصالح الأمنية العملياتية. تهدف هذه العملية المشتركة إلى ضرب بؤر الجريمة في قطاع الاختصاص التابع للأمن الوطني وكذا الدرك الوطني. تهدف أيضا إلى توقيف الأشخاص المشبوهين وإخضاعهم إلى دراسة حالة معمقة، كذلك السيارات المشبوهة، كذلك بؤر من متاجرة غير شرعية بالمخدرات باختلاف انواعها والحبوب المهلوسه والاشخاص المبحوث عنهم والاشخاص موضوع اجراءات قضائيه ومسبوقين قضائيا. نتمنى منكم ونطلب منكم ونامركم كذلك العمل باحترافيه وبتطبيق القانون، وكذلك عدم تجاوز التعليمات القياديه التي أسديت لكم خلال الاجتماعات السابقة. هذا ما يمكن أن نقوله حضرات، وإليكم الكلمة. شكرا جميع. ساعد. بداية المهمة أفواج التفتيش، أفواج المخصصة بالتفتيش، التنقل سريعا إلى العربات. سارح. ساعد. حول.
من بعد نعاودو نطلعو كاع كيما هاك باش تشوف الزواقي كاع نتوشيوهم. انا بالي بلي اسم انا مثلش لاكارت تاعك. الستي بتاعك صاي سي بون، ها الستي تاعك صاي سي بون، هذا هو الستي تستهلك واه ولا لا. الحين نفتح نحي شاطو والله طلعت على فوق. متر تاعي خليه هذا معليش. ما يخص مداهم على مستوى اختصاص اقليم دائرة بيرجير واختصاص كتيبة وهران واختصاص كتيبة أرزو. أفرزت العملية بنتائج إيجابية ومست عدة أحياء من هذا بؤر الإجرام، خاصة البناءات الفوضوية والأحياء الفوضوية. فيما يخص النتائج، وتوصلنا إلى إيقاف 23 أشخاص راهم تحت النظر. سيتم إجراءات القانونية وتقديم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. كما تم في العملية هذه حجز عدة أقراص مهلوسة مختلف الأنواع، وكذا الأسلحة البيضاء المحظورة عدد كبير. أما فيما يخص المحجوزات الأخرى مثل الدراجات النارية أيضا بدون وثائق، وبعض الاستهلاك الشخصي للمخدرات. هذه العملية هذه راهي ضمن مبرمجة في الأيام المقبلة. أيضا ستمس عدة أحياء أخرى من إقليم ولاية وهران. إطار التنسيق العملياتي الأمني بين مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني بإقليم ولاية وهران، تم تنظيم عملية شرطية مشتركة بين هذين المؤسستين الأمنيتين التي مست عدة نقاط، من بينها بلدية حسي بونيف، وكذلك سيد البشير وبير الجير، وكذلك حسي عامر ودوار أبو جمعة. أسفرت هذه العملية على توقيف عدة أشخاص الذين أخضعوا إلى دراسة حالة معمقة، أين تبين أن من بينهم أشخاص موضوع صور وأحكام وقرارات عدلية أو قضائية. كذلك تم حجز كذلك عدة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع، وكذلك عدد هام من الأقراص المهلوسة وكمية يعني متفاوتة من المخدرات. طبعا تم اتخاذ الإجراءات الأمنية واللازمة في هذا السياق، والعملية لا زالت متواصلة بإذن الله في الأيام القليلة القادمة.